يا مؤمن والله لو داخل بحتتين صيغه كده والشنط بره، بص يعني شنط على شنط، وراجع من الخليج، والحاجه اللي معاك مش عاجبه اللي قدامك، وبالذات ست الحبايب يا حبيبه امك دايما بتسمع الكلمه دي، اللي هي بص تخليك تقفل كده. تقول لك يا ما جاب الغراب لامه، هو انت جايب ايه يعني؟ هو الغراب جاب ايه لامه؟ مخلينا يعني لابسين الموضوع احنا من سنين، ايه حكايته؟ وانت عملت ايه يا غراب لامك بقى مخليني انا اللي دافع الضريبه دلوقتي؟ تعال اعرفكم حكايه المثل يا ما جاب الغراب لامه. يلا بقى، مش عارف هو بيعمل لي الغراب بايه، بيبكاكي باين ولا ايه؟ يلا بينا. المثل ده دايما لو حد قاله لحد، ده دليل على ان هو جايب له حاجه ملهاش قيمه وما تعنيهوش، وبيتكاسوا كده بالكلام زي ما بيقولوا، يعني بيديله رساله ان حاجتك ما تلزمنيش وملهاش قيمه عندي وما تفرقش معايا الحاجه اللي انت جايبها. طب ايه حكايه المثل ده؟ المثل الوحيد هو اللي مبني على دراسات واسس علميه. والله زي ما بقول لك كده، الغراب يعني مؤثر كده في الباحثين والعلماء. بجد اكتشفوا الباحثين والعلماء في علوم الطيور وسلوكيات الطيور ان الغراب هو الكائن الوحيد اللي بتنجذب او بينجذب الى اي حاجة بتلمع تحت الشمس. علشان كده لو دخلت عش الغراب بجد تبص تلاقي ما في حاجات ملهاش قيمة كده ومش فاهمها، ايه اللي جاب حتة الازاز هنا، وايه اللي جاب كعب الجزمة اللي مش عارف محذوف في بلكونة مين ومرمي على سطح كذا، وغطا يعني كولا كده ولا حاجات غريبة، وبعدين حتة ترتر مش عارف ممكن تلاقي ايه، يعني صفيحة بتاعت حاجة، يعني غطا حاجة كده بيلمع. بص اي حاجة غريبة ممكن تلاقيها، يعني سندوتشين جبنة رومي، انت جايبهم ليه وبتعمل بهم ايه؟ المهم ان هم عنده، هو ده كيف ومزاجه، غراب بقى يعني جدع يعني قاوح معاه، وتلاقيه حاططهم في حتة في العش. ده مش كلام انا بقى، ده دي دراسات موجودة يعني. برضه تحس ان ايه، مستخبيه قوي، دليل على انه محافظ عليها وخلاص، هعند بقى هتزحم المكان. فهو ده كلمة يا مجاب الغراب لأمه، ده سبب إن في حاجات موجودة ملهاش قيمة واللي قدامك مش فارق معاه مجايبك. ده علشان خاطر محدش يسمع تاني يا مجاب الغراب لأمه. سلام، واشوفكم فيديو جديد على حصريات حياتي.